بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني الكرام، فإن هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان، يبتلى فيها المؤمن بالسراء والضراء، والشدة والرخاء، والصحة والمرض، والغنى والفقر، والشهوات والشبهات. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أي نختبركم ونمتحنكم بالمصائب تارة وبالنعم تارة أخرى، كي ننظر من يشكر ومن يكفر، ومن يقنط ومن يصبر. وهذه سنة الله تبارك وتعالى في خلقه. والمؤمن مهما ابتلي صبر، ومهما وجد الطمأنينة والراحة والنعم فإنه يعترف بنعم الله تبارك وتعالى ويشكر ربه. إذن فحالته في السراء والضراء خير، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ومن هذه الابتلاءات التي يصاب بها الإنسان في هذه الحياة الدنيا لهو السحر والعين والمس، وهي ثابتة بالكتاب والسنة وبالحس أيضا. وقد كثر المشتكون في هذا الزمن من هذه الأمراض. وهذه الأمراض إخواني الكرام لها أسباب كثيرة، وبإذن الله تبارك وتعالى نذكر بعضا من هذه الأسباب، ثم نلحقها بأسباب الوقاية منها. نسأل الله تبارك وتعالى العون والسداد. የተከበራችሁ ወንድሞች እንዲሁም እህቶች፣ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደዚህ ዱንያ ሲያስገኘን ሊፈትነንና ሊሞክረን ነው። ሙእሚን የሆነ ሰው ዱንያ ላይ ይፈተናል። ደስታውም ለሱ ፈተና ነው፣ ችግሩም ለሱ ፈተና ነው። አላህ የፈተናና የበላእን አይነት ያመጣበታል። አንዴ በደስታ አንዴ በችግር ይፈተናል። አንዴ በሀብት አንዴ በድህነት በእጦት፣ አንዴ በጤነኝነት አንዴ በበሽታ፣ ሁሉም ለሱ ፈተና ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወነብሉኩም بالشر والخير فتنة، እንፈትናቸዋለን በኸይሩም በሸሩም አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። በመልካሙም በመጥፎም እንፈትናቸዋለን። ሁሉም ፈተና ነው፣ ሁሉም ሙከራ ነው። ነገር ግን ሙእሚን የሆነ ሰው በአላህ ውሳኔ የሚያምን ጉዳዩን ወደ አላህ ተባረከ ወተዓላ የሚያስጠጋ የሆነ ሰው ችግርም ይምጣበት ለሱ ኸይር ነው። አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ያመሰግናል።
ደስታ ይምጣለት ለሱ ኸይር ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያመሰግናል በላና ፈተና ሲመጣበት ሶብር ያደርጋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም عجبا لامر المؤمن የሙእሚን ጉዳይማ ይገርማል አሉ ان امره كله له خير ጉዳዩ ለሱ ሁሉም ኸይር ነው መልካም ነው አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له መልካም ነገር ሲመጣው ሙእሚን የሆነ ሰው ያመሰግናል ለሱ ኸይር ነው አሉ ችግር ደግሞ ሲመጣው وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له صبر ያደርጋል ይታገሳል ለሱ ኸይር ነው ያማሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም وليس ذلك لاحد الا للمؤمن يهدم لما ما دلم امان مؤمن صالح لهنا سونجي على نبي عليه الصلاه والسلام فعلى هذا فالمؤمن قد يبتلى بل اشد الناس بلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل بدل دوم عند سو دينو لاي بصنانا ايمانو بتنكر قطر بلاءنا مصيبه السم لاي እንደዛው ይበዛል ይጠነክራል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከሰው ልጆች ሁሉ የበለጠ ፈተና የሚመጣባቸው ነብያቶች ናቸው ከዛ ሷሊሖች ከዛ በኋላ እነሱን መሰል የሆኑት በእነሱ መንገድ ላይ የሚጓዙት እንደዛው በላኡ ፈተናው እነሱ ላይ ይበረታል ይጸናል አሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يبتلى المرء على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء مؤمن هنا سو عند سو بدينو ጥንካሬ ልክ ይፈተናል በላእና ሙሲባ ይመጣዋል አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም فإن كان في دينه صلابة ዲኑ ላይ ብርታትና ጥንካሬ ካለው እስልምናውን አጥብቆ የሚይዝ ከሆነ زيد له في البلاء በላእና ሙሲባም እንደዛው ይጨመርለታል ዲኑ ላይ በተነከረው ልክ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም سبحان الله እንደኛ አገነዛዘብ አይደለም ማለት ነው ጉዳዩ እንደኛ አመለካከት አይደለም ማለት ነው ነገሩ በደንደውም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም كما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه الله خيرا يشالت خيرا يفلقلت سو كسو ينكال على النبي عليه الصلاة والسلام أي يصيبه بالبلاء والفتن حتى يثيبه عليها يتفلقبت حديث لي بلاءنا مصيبة يا متأبت على الله كذابها لا يها مؤمن يتفتن وأكال صبر أدرقو الله أجرا دي ستو زندال نبي عليه الصلاة والسلام فعلى هذا يا مؤمن هنيته اللي ملكامنا خيرا ومالت بفتن صبر يا درجال إذا بتولي صبر وإذا أعطي شكر وإذا أذنب استغفر سفتن التاقسان سستو يا مسجنان وانجلاي سودك ودقيتو يملسان فنعم يبلاءنا يا مصيبة يفتنا عينتوش دمو بزوناتشو ከነዛ ሙሲባ የሰው ልጆች ከሚሞከሩበት ከሚፈተኑበት ነገራቶች አንዱ በሽታ ነው ጤንነት ዓፊያ ትልቅ የሆነ ጸጋ ስለሆነ العافية تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى ትልቅ የሆነ ልጋሲና ስጦታ ስለሆነ ከአላህ الله سبحانه وتعالى عندنا سوتشن عافياتهم بموسد يفتناتشون صبر يادرقالو ودا الله يبلت يتقالو
ወይንስ ከአላህ ረህመት ከአላህ እዝነት ተስፋ ሊቆርጡ የአላህ ውሳኔ ላይ ሊናገሩ ነው የሚለውን አላህ ሊፈትናቸው ያመጣባቸዋል። ولقد أخذناهم بالبأساء والضراء قال الله ولقد أرسلنا رسلا من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. الله فتنا بلا ببشتا سيموكرا ወደ እሱ እንድንመለስ ይፈልጋል ማለት ነው። ወደ አላህ እጃችንን እንድንዘረጋ እሱን እንድንጠይቀው ዓፊያን እንዲሰጠን እንድናለቅስለት ፈልገዋል ማለት ነው አላህ ተባረከ ወተዓላ። ወለቀድ አኸዝናሁም ቢልዓዛብ فما استكانوا لربهم وما يتضرعون በላ ቅጣትን አምጥተንባቸዋል ነገር ግን ወደ ጌታቸው አልተመለሱም አላህን አልለመኑ ማለት ሱብሓነሁ ወተዓላ። ብዙ ሰዎች አሁን ባለንበት ዘመን ብዙ ሀገራቶች ላይ በብዙ ቦታዎችና ብዙ አካባቢዎች ላይ ስሞታን ከሚያበዙለት ነገር ቢኖር አንዱ ይህ የበሽታ አይነት ነው። ሲህር ድግምት አይን እንዲሁም ደግሞ ልክፍት የመሳሰሉ መንፈሳዊ የሆኑ በሽታዎች የሰው ልጆች ከዚህ ይጮሃሉ ያለቅሳሉ። መፍትሄው መድኃኒቱ ምንድነው? አራት አጣለት ትላንት የሚታወቀው የነበረው ጤነኛ ትላንት የምትታወቀዋ እህት ዛሬ ታማለች መፍትሄ ጠፋ ተብሎ ሲጮህ ይታያል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሁሉም ዓፊያንና ጤነኝነትን ይስጠው። ከበሽታም ሁላችንንም አላህ ተባረከ ወተዓላ ይጠብቀን። ዓፊያ ትልቅ ጸጋ ነውና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አላህ ዓፊያቸውን እንዲጠብቅላቸው ይጠይቁ ነበር። كما في مسلم من حديث عبد الله بن عمر قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يا الله يا والكلني ولتا كم يوجدبني بانت تطبقالو እንዲሁም ደግሞ የሰጠኝ ዓፊያ ከሚቀየርብኝ ወደ በሽታ ከሚዞርብኝ አንተው ጠብቀኝ ይሉ ነበር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። አንድ ሰው ደግሞ ይህ በሽታ ሊመጣበት በዚህ በሽታ ሊነካ አይን ሲህር ድግምት የመሳሰሉት የሆኑ በሽታዎች ሊመጡበት ምክንያቶች አሉት። የአላህ ፍቃድ ከሆነ በዚህ አጠር ባለው ወቅት እነዚህን ምክንያቶችን ለመጥቀስ እንሞክራለን። አንድ ሰው ይህ በሽታ የሚመጣበት መች ነው? ለዚህ በሽታ የሚዳረገው ምንን ሲያጎል ነው? ምንንስ ሲዳፈር ነው? ይህንን ከጠቀስን በኋላ ወቅት ከተረፈን ከዚህ በሽታ የሚጠብቁ ነገራቶች ምንድናቸው የሚለውን ነገር ለመተዋወስ እንሞክራለን። ወልዊቃየቱ ኸይሩ ሚን አልዒላጅ ጥንቃቄ ደግሞ ከመድኃኒት ይሻላል ይላል። የመጀመሪያው አንድ ሰው ይህ በሽታ ላይ ሊወድቅ የሚዳርገው ነገር ቢኖር አልመዓሲ ወልዙኑብ ወንጀልና አመጽ ነው። አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ማስቆጣት አላህ ያዘዘውን ትዕዛዝ አለመታዘዝ የከለከለውን ክልከላ አለመራቅ الله بتكبر القرآن وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. عندم مصيبة النكاتشو من نانتن عندم بلاء الارف من نانتلاي أجاتشو بسراتشو بادرقتشو بهون انجال الله تبارك وتعالى. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. عندم كفات المتهم كراسه بهون انجي عندم قطات المتهم كالله تبارك وتعالى اجاتشن بسراتشو بهون انجي
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون بلشت تسفافا ببحرون بيبسوم على الله تبارك وتعالى يزا مكنياتون سنقرن بما كسبت أيدي الناس يسو لجوج بسراتشونا بكرفتشو يسو لجوج بسرت نقر بتدافروت وانجل بتوت تئزاز بفصموت كلكلا مدر لاي بلشت تسفافا على الله سبحانه وتعالى إذن عند سو يميمت أبت بشتا يميمت أبت تشجر راسو بسرا وانجلنو بمعصيانو والمعاصي نار النعم وانجل دم وأمس يسقى أساتنات سقان يمتبلا الله يوال اللي ولتا عندي وقد عندي تفا تلقوا مكنيات الناس سبب الله سبحانه وتعالى ما مثله وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى للعاصي أمسنيا هنا سو الله سبحانه وتعالى بأمسو لكي كتوال الله يمكروال فعلى هذا الحذر من المعاصي والسيئات وخصوصا ذنوب الخلوات التي دمرت القلوب والشعوب أن نتنكك وانجلن أن نتنكك الله سبحانه وتعالى الماسكوتات وانجلن النراك براساتشن مكنيات ملاساتشن بتناقرتشو እጃችን በዳሰሰችው እግራችን በተራመደችበት ሆዳችን በበላችው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባስቆጣንበት ነገር አላህ ይቀጣናል ጸጋውን የዋለልን ውለታ ይወስደዋል إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد الله بداي هنا نسو وانجلن يمسر انسو يا زقيوال نقرقن چلا آيلو مالو نبي عليه الصلاة والسلام عندي قنسيز كبادي هنا أيايازي زوال كبادي هنا انقطاتي كتوال أيام التوم كذاب هلال نبي عليه الصلاة والسلام فعلى هذا أن التنكك والجلل الله سبحانه وتعالى أن النفر والله راساتشن بسرانو بتدافر نوانجل الله سبحانه وتعالى يكتانا للان يوم وكي اللبن يكا الله سبحانه وتعالى فتنانو بالشتاء سحر يهون عين مس لكفت يهون دقمت كالله فتنانو عند سو بزيكة تموكرة يكا متابت ودا الله لملس الله اللي لمن كوانجل لكوتب يا الله والثاني مهون ناوكو صبر ما رجال لبت نبي عليه الصلاة والسلام سحر تسرته باتشوال تموكر والنبي عليه الصلاة والسلام سحر النبي صلى الله عليه وسلم من يهود بني زريق كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عائشة أندالت يا يهودي نبي عليه الصلاة والسلام لا يدقمت سرابات شوالج كما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم لبيد بن الأعصم يتبالو يهودي نبي عليه الصلاة والسلام لا يسحر سرابات حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله كسحر كبدة يتنسى نبي عليه الصلاة والسلام لا يتسروا عند النجر ሳያረጉት ያረጉት ይመስላቸዋል ቤተሰቦቻቸውን ሳይመጡ ሳይገናኙ የተገናኙ እስኪመስላቸው ድረስ ከሲህሩና ከድግምቱ ክብደት ማለት ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በለንደውም የሞቱት በሲህሩ ፋና ነው ሲሞቱ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አሁን ይሰማኛል ያኔ ኸይበር ላይ የበላሁት ስጋ ድግምትና ሲህር የተሰራበት
ያህ ስሜት ውስጤን ይሰማኛል አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኢዘን እሳቸውም ተሞክረዋልና እሳቸውም ተደርጎባቸዋል አንድ ሰው በዚህ ከተሞከረ ሶብር ሊያደርግ ይገባዋል ሁለተኛው ሰበብ ወደዚህ ለሚዳርገው ይህ በሽታ ሊመጣበት ሰበብ የሚሆነው ሁለተኛው ሰበብ ምክንያት الغفلة عن ذكر الله الله سبحانه وتعالى كموسات مزناقات الله كموسات والله مبكاكا إلنا سنت طلات اللبن بالله يمتاكو يماتاكو كوستم كوتشم يسولج جن شيطان انسسا يا ولا طلات عددندي بل اندوم مدر لا يالو تنانش انسسات انكوان حشرات نفسات يونوت انكوان كنزا تنكول شر كنزا مرزاما كهونو نفساتوش متبك عن نجلم الله سبحانه وتعالى بموسات بيهون انجل فعلى هذا الله كموسات مزناقات اللبنم يهانو سبب واندو ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ولذا في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله قال الشيطان لا مبيت لكم وإذا ذكر الله عند طعامه قال الشيطان لا عشاء لكم وإذا لم يذكر الله عند دخول بيته وعند طعامه قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء نبي عليه الصلاة والسلام عند سو بيتو سيقبا بسم الله بلو بأدب السلام عليكم بلو كقبا شيطان زاري ما دريا إلا تشميلات شوال لا أقارو تشوالو نبي عليه الصلاة والسلام كذابوا على مقب سكر بلت بسم الله بلو كبلا لا أقارو تشو راتم يلا تشون تنسو وطو إلا تشوالو نبي عليه الصلاة والسلام سيقبا بيتو بسم الله سائل بأدب السلام عليكم سائل كقبا شيطان بكا زاري ما دريا جنتنا لو قبو إلى تشوال لبالدربوتشو لا أقاروتشو على النبي عليه الصلاة والسلام عند الزاوم مقب سكر بسم الله كالالا راتم ألا النون نبلا إلى تشوال صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كسميتاتشو على لم يمياوروت النبي عليه الصلاة والسلام تاميناتشو كالله نيميا استلالفوت يهنن يلونا النبي عليه الصلاة والسلام الله ما وسات لاي مزناقات أسفل لكم والله ذكر الله ما وسات ما بزات لمن الزناقال لك ذكر توات سن النساء من لو ذكر على كبيت سن وطا بيت سن قبا سن تنيا كان كلفاتشن سن النساء شنت بيت سن قبا سن وطا مسجد سن قبا سن وطا عند بوتا سنعرف سنكمت سنبلا سنتطا سنጨርስ ያ ሁላ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አስተምረውናል ምን እንደምንል ተዘናግተን ከዚክር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከማውሳት ከዛ በኋላ ከእንደዚህ ከሆነው በሽታ ከሸይጣን ከሲህር ቢመጣብን ምን እንገረማለን በአላህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም فإن أحدكم لا يستطيع أن يتحصن من الشيطان إلا بذكر الله አንደኛችሁ كشيطان تنكول الناسيرة كشيطان دبا مدبكنا متبك أيتلم اللهن بموسات بهون انجال النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الله اللهن موسات قال لي هون نقركونه عندي الناس قنيوالا كذابها لا فالله يتبكنا فعلى هذا الله سبحانه وتعالى الموسات لي مزناقات أسفل لكم ذكرا مبزات الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب النزايا يأمنوا سووج قتاتشون بموسات لباتشو ترقاقالتش على الله تبارك وتعالى أواجهوي اللهن بموساتكو لب ترقاقالتش دستان تاقنيالتش على الله سبحانه وتعالى فعلى هذا ذكرا مبزات من دون أجرو تلقنا وبزاوم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما سبق المفردون
قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله نبي عليه الصلاة والسلام كسراتشو هلو مرتنا ملكامي هنو اللنقراتشو بخير أعمالكم قيتاتشو زند توداجي هنو عندهم دمو درجاتشو كفي ميارق اللاتشو طلاتن تغنايتاچو ከምትጋደሉ አንገትን ከምትመቱ አንገታችሁ ከሚመታ በላጭ ሆነው ልንገራችሁ ወይ ሲሉ አውን ሲሏቸው ሰሃቦች አላህን ማውሳት ዚክሩላህ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም فعلى هذا አንድ ሰው ከሸይጣን ተንኮል ከነዚህ አይነት በሽታዎች መጠበቅ የሚችልበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማውሳቱ ነው በተቃራኒው ከዚህ ሲዘናጋ ከአላህ ሲርቅ በራሱ ሲመካ አፊያውን ያየሁል አላህን የማያመሰግን ከሆነ ወደ አላህ የማይቃረብ ከሆነ ያኔ በእንደዚህ አይነት በሽታዎች ይጠቃል ወኢያካዱ الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون እነዛ ካፊሮች በአይናቸው ሊነኩ ይፈልጋሉ አላቸው አላህ ለነብዩ አለይሂ ሰላም بمعنى ንክሳቸው ሲመጡ አይተዋቸው يعني በአይን የታወቁ የተካሉ ሰዎች ነበሩ ከነሱ ውስጥ ግመልን እንደዚህ አንድ አይተዋት በአይናቸው يعني ግመል ምን ያክላል ትልቀቱ ፍረቱ ሻኛው ይሉና ለሰውየው يعني ለእረኛው ወሰድና አርዳ አምጣታ ወደዛ ተሞትባለች ይሏል يعني በጣም የተካኑ ነበሩ ወዳው ትንሽ አይቆይም ግመሉ ወድቆ ይንፈራፈራል እዛ ቶሎ ብሎ ለግዱ መጥቶ ተነስቶ ያርደዋል ሰውየው እነዛ ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በአይናቸው ሊነኩ ፈለጉ አላህ ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይህንን አላቸው فعلى هذا መጠበቂያው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማውሳት ነው አይን ደግሞ ሐቅ ነው كما في مسلم من حديث جابر ابن عبد الله ومن حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق ማንም ፈላሲፋዎች ቢያወግዙትም ሐቅ ነው አይን አንድ ሰው በአይኑ يعني በመቀኝነት መንፈስ ፈልጎም ሳይፈልግም ሊሆን ይችላል የሚነካው በተለይ ሷሊህ መልካም የሆኑ ሰዎች እንደዚህ ከነሱ ሲከሰት ሐቅ ነው يعني ፈልገውት አይደለም የሚከሰተው ነብዩ አለይሂ ሰላም ግን وإذا استغسلتم فاغسلوا ታጠቡ ከተባላችሁ ታጠቡ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላም بمعنى አንድን ሰው አንድ ወንድ አው አንድች ሴት ሳታቅ አንድን ሰው በአይኗ ነካች ተገመተች እሷ ነች ተባለ አው ተጠረጠረች ታጠቢ ከተባለች ትታጠብ ታጠብ ከተባለ ይታጠብ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይህ ምንም ነውር ነገር አይደለም አንድ ሰው በአይኑ አንድን ሰው ነካ ማለት ፈልጎ ነው አውቆ ነው ተመቃኝቶ ነው የሚለውን አያስገነዝብም በእንደውም ሷሊህ የሆኑ ሰዎችም ይነካሉ ያ ሰሃቢ فسهل بن هنيف رضي الله تعالى عنه አይቶት ባይኑ ነካው يعني ገላውን እየታጠበ ነበር እንደ ዛሬ ንጹህና የጸዳ የሚያምር ገላ አላየሁም አለ ወዳው እዛው ወድቆ መንፈራፈር ጀመረ ነብዩ አለይሂ ሰላም ሲነገራቸው علامه يقتل احدكم اخاه አንደኛችሁ ለምን ወንድሙን ይገላል አላ በረክት اللهم بارك بله دعاء አታረግም ወይ ለምን ወንድምህን ትገላለህ አሉት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከዛ በኋላ ታጠብ ተባለ ታጠበ ተደፋበት ያውሃ ተነሳ فعلى هذا አንድ ሰው የሚያምረውን የሚያጅበውን ደስ የሚለውን ነገር ሲያይ ማሻአላህ اللهم بارك بارك الله لك ብሎ ዱዓ ማድረግ በተለይ እንደዚህ ህፃናቶች ሲታዩ ለየት በሆነ يعني ለየት ባለ እይታ ለየት ባለ አለባበስ አይንን ይስባሉ እናትና አባት ደግሞ ጥንቃቄ ሊያረጉ ከዚህ ብቅ ሊያረጉ አላህ ያዋለላቸውን ውለታ ስንቱ የተከለከላለ ከዚህ ጸጋ ሲያይ ደነቃል ሳይፈልግም ቢሆን ሊነካ ይችላል ባይኑ የሚያይ የሆነ ሰው ደግሞ ደስ ያለውን ነገር اللهم بارك بارك الله لك ما شاء الله الله በረካ ያርግልህ ብሎ ዱዓ ማድረግ ይልመድብን ይህ ምላሳችን ላይ ከዛም አልፎ
አው ደግሞ አንድ ሰው ተዘናግቶ የነገር ተከሰተ ተገመተ አንድ ሰው ተጠረጠረ ታጠብ ይውዱዋ ስጠኝ አው ስጪኝ ከተባለች አንድች ሴት ልትሰጥ ይገባል ምንም የሚያሳፍር ነገር አይደለም የወንድም ዓፊያ የእህትሽ ዓፊያ ይሻልሻል ለምን ባንቺ ምክንያት ወንድምሽ ይሰቃያል ባንቺ ምክንያት እህትሽ ትሰቃያለች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለምን አንፈራም በአላህ አንድ ሰው ህሊናው ሳይወቅ ሰው ሲቀር በጣም የሚያጅብ ነገር እኮ ነው አላህ አንድ ሰው ያኒ ወንድሙ እህቱ እየተሰቃየች ያየ ዝም ይላል እሱ መሆኑን ያወቀ ከዛም የባሰው ደግሞ ሄዶ አውቆ በሽታን ገዝቶ አንጥቶ ወንድሙ ላይ አው እህቱ ላይ በሽታን የሚሰራ ሰው አላህ ሙስታን አንድ ሰው እንዴት እንደሚያስችለው ይህ ነገር በምንስ እይታ እንዳየው በጣም የሚያስገርምና የሚያስደንቅ ነገር ነው فعلى هذا الله سبحانه وتعالى መፍራት ያስፈልጋል والعين حق እንደተከስነው አይን ደግሞ ሐቅ ነው لو كان شيء يسبق القضاء لسبقه العين كما في حديث اسماء عند ነገር يا الله قضاء قدرن የሚቀድመው ነገር ቢኖር አይን ይቀድመው አለ وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه العين لا تدخل الرجل القبر والجمل القدر عين عندن سو قبر ያስገባዋል ግመልን ደግሞ ድስት ውስጥ ያስገባል አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላም يعني ምን ማለት ነው በአይኑ ግመሉን ሲያይ ግመሏ ትታመማለች ሰውየው ወስዶ ያርዳታል ይቀቅላታል ማለት ነው አንድን ሰው ደግሞ ያያል በአይኑ يعني በአይን የሚነካ የሆነ ሰውየው ይታመማል ቀብር ይገባል ይሞታል فنعم ከዚህ ሁላ መውጫው اللهم بارك ما شاء الله የሚለውን ነገር ልምድ አድርገን እንያዝ አንድ ሰው ደስ የሚለውን የሚያምረውን ነገር ሲያይ اللهم بارك ማለቱ اذا رايت ما يعجبك الرد ደስ የሚልህ ነገር ሲታይ اللهم بارك ብሎ ዱዓ ማድረግ ነብዩ አለይሂ ሰላም ያስተማሩት ነገር ነው اذا ذكرنا ثلاثه اسباب ሶስት ሰበቦችን ጠቀስን አንድ ሰው ወደዚህ በሽታ ሊወድቅበት የሚችለው ነገር ይህ በሽታ ሊያመጣበት የሚችለው ነገር አይን ሲህር ድግምትም ይሁን አይን ናስም ይሁን ለክፍትም ይሁን ትልቁ ምክንያት አላህን ከማውሳት መዘናጋት ነው አላህን ከማውሳት መዘናጋት አላህን እናውሳ በዚክር እንጠበቅ فنعم ይህንን ከተቀሰን أسباب الحفظ والوقاية من هذه الأمراض كنزي بشتاوች የሚጠብቁ ነገራቶች አንድ ሰው ከነዚህ በሽታዎች መጠበቅ የሚችለው እንዴት ነው ምንን ሲያረግ ይጠበቃል የሚለው ነገር እንጥቀስ الأول التوكل على الله بالله سبحانه وتعالى ممكاቱ ነው አንድ ሰው فهو أعظم ما تدفع به الآفات والأمراض በሽታዎች ከሚገፉበት ችግር ከሚገፋበት ትልቁ ሰበብና ምክንያት በአላህ መመካት ነው አንድ ሰው አይን አለ ሲባል ሰው በአይኑ يعني ይበላል ሲባል ዝም ብሎ ይወሰወሳል ማለት አይደለም ሁሌ ያየውን ሰው ዝም ብሎ ሊጠራጠር እከሌ ነው እከሊት ናት فهذا حرام ይሄ አይቻልም اجتنبوا كثيرا من الظن إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث አይቻልም በአላህ سبحانه وتعالى ይመካል ومن يتوكل على الله فهو حسبه بالله يمين مكة يهون سو الله بكيونه على الله تبارك وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وعلى الله فليتوكل المتوكلون على الله توكلنا بالله ممكات ولتنيو سبب امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه يا الله انت إزاز ما تكبر يا الله انك الكلام مراك الله سبحانه وتعالى مفرات مالته الله المفرات عند سوى الله كفر الله يطبقه فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين لزان النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عباس سمكروت كما رواه الترمذي قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله الحديث
ላስተምርህ አሉት ነብዩ አለይሂ ሰላም ለአብዱላህ ብን አባስ ገና ልጅ እያለ احفظillah يحفظك አላህን ጠብቀው አላህ ይጠብቅሃል بمعنى አላህ ያዘዘህን ታዘዝ ያዘዘህ ቦታ እንዳያጣ የከለከለህ ቦታ እንዳያገኝህ ያዘዘህን ታዘዝ የተከለከልከውን ተከልከል አላህ ይጠብቅሃል ከችግር ከመጥፎ ነገር አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም احفظillah تجده تجاهك ይህ ነው ሁለተኛው ሰበብ አንድ ሰው ከነዚህ አይነት በሽታዎች ሊጠብቀው የሚችለው ነገር አላህ ያዘዘውን መታዘዙ የከለከለውን መከልከሉ ሶስተኛው እሱም ቀደም ኢሻራ የተደረገበት ነው كثرة ذكر الله عند دخول المنزل وعند الخروج وفي الصباح والمساء والتحصن بالأوراد الشرعية الله سبحانه وتعالى الموصات بيت ሲገባ ሲወጣ ንጋት ላይና ምሽት ላይ ለየት ባለ መልኩ ይሄንን ዚክር ካስገኛ አንድ ሰው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ናቸውና ያሉት የሳቸው ንግግር ደግሞ ሐቅ ነውና አላህ ይጠብቀዋል ከእንደዚህ አይነት በሽታዎች كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة له عدل 10 رقاب وكتبت له حسنة وكتبت له قال صلى الله عليه وسلم وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة إلى أن قال وكانت له حرزا من الشيطان من قالها يومه ذلك قال صلى الله عليه وسلم وكانت له حرزا من الشيطان ولم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا من جاء بأفضل منه سيانقانا سيامش لا إله إلا الله وحده لا شريك له يميلون ذكر ياسقن يهون سو الله سبحانه وتعالى كسوتي بحق من ملك أملاك يلم ብቸኝነቱ ያኒ በብቸኝነት የሚመለከው እሱ ነው ሁሉንም ነገር ቻይ የሆነው ያንን ሲያነጋና ሲያመሽ 100 ጊዜ ያለ ሰው አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም كانت له عدل 10 رقاب 10 አንገትን بمعنى 10 ባሪያ ነፃ እንዳወጣ ይቆጠርለታል አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላም وكتبت له 100 حسنه 100 اجر ይጻፍለታል ومحيت عنه 100 سيئه 100 ወንጀልና ስህተት ደግሞ ይታበስለታል አለ ነብዩ አለይሂ ሰላም وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ያ ቀኑ ላይ ደግሞ ከሸይጣን መጠበቂያ ይሆነዋል እስኪያመሽ ድረስ يعني ንጋት ላይ ሲለው እስኪያመሽ መጠበቂያ ይሆነዋል ምሽት ላይ ሲለው እስከ ንጋት መጠበቂያ ይሆነዋል ከሸይጣን አለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም فذكر عظيم ትልቅ የሆነ ذكر والله ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك عندم سو دمو كسو يتشالن سرا على متام أن كسو يبلت يالا سو انجي وإلا عند سو تلك أن أجرن يشمت يلم بكأن يعني نقات لاينا مشت لاي متوق زي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير يميلون ذكر يا متال النبي عليه الصلاة والسلام إذن ይህንን ذكر ንጋት ላይና ምሽት ላይ 100 ጊዜ ማለት አኒ ቀላል ነው አንድ ሰው ሲሄድ ታክሲው ላይ ይለዋል መንገዱ ላይ የሚለው ነገር ነው فሴቶች እንኳን ማድቤታቸው ላይ ሆነው ይህንን ማስገኘት ቀላል ነው لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 ጊዜ ከሸይጣን መጠበቂያ ነው አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላም አራተኛው ከዚህ መጠበቂያ የሚሆነው تعويذ الصبيان ህፃናቶችን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጠበቅ تعويذ ማድረግ ምክንያቱም ህፃናቶች ላይ ነው ይሄ የሚብሰውና يعني ምክንያቱን አጣቀምናት ልጅ ለሊት ሙሉ ሲያለቅስ ያድራል ሲነጫነጭ ያድራል ትኩሳት አለበት ትውከት አለበት ይባላል እንቅልፍ አይተኛም ያለቅሳል ይነጫነጫል ምግብን ትተዋል ከስተዋል ይባላል እናት አጣቀለትም ሐኪም ቤት ታመላልሰዋለች ربما سيوتا عنده وينم عنده بعينه طبار قوي فعلى هذا لجوجن تعويذ ما أدرك بخاري ومسلم بزجبوت في حديث عبد الله بن عباس
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة نبي عليه الصلاة والسلام حسننا حسين يهنن ذكر يالو بالله يتأبقوا نبر كما تفو نجر أباتاتشو إبراهيم لجوجون إسماعيلنا إسحاق يهنن ذكر إياله يعني تعويذ يا رجاتشو نبرال أعوذ بكلمات الله التامة أعيذكما بكلمات الله التامة عند سو وي عند النات للجوا كهونا مثلو أعيذك وند ليش كهونا أو سيت ليش كهونا أعيذك ولت تكونوا أعيذكما كولت بلا يكونوا أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة اطبق أتشوالو كشيطان عندهم دم وهامة نزي حشرات يهون انسساتوج عندهم دم من كل عين لامة كمتنكا كهونتشو عين فلقام يهون ساتفلق ومن كل عين لامة يهنن ذكر يالو نبي عليه الصلاة والسلام حسننا حسين تعويذ يا رجواتشو نبر أباتاتشو إسحاق لنا إسماعيل يهنن ذكر يالا تعويذ يا رجواتشو نبر على النبي عليه الصلاة والسلام فتعويذ الصبيان أمر مهم لجوتشن تعويذ ما أدرك أساس سابي ولا نقرنو سيوتوك بيت سوكم يلاكو أو دمو ود مدرسة سيهدو ود مسجد زواتشو سيمتو الناتوش تعويذ ما أدرك إهن الملمدى اللبن لجوتش لا يروقيا مارك قرآن المكرات ليلانيو الخامس أمستنيو سبب أن يتصبح الإنسان ب7 تمرات عجوة عند سو نقات لاي ريق جنال منم نقر سايكمس عجوة كمدينة تيمروتشا أينتنو 7 اللي بلا نبي عليه الصلاة والسلام يهنن يبلا من ما يقولوا مالو نقات لاي 7 عجوة كمدينة تيمر يبلا علماء ما نيوم تيمر بيهون إن شاء الله يكجلال لالو في حديث سعد بن أبي وقاص كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر يا سبحان الله يهنن نقات لاي كعجوة تيمر نقات لاي يبلاسو 7 يهان كانون منما يقولوا مرزم يهون دقمتالو نبي عليه الصلاة والسلام فنعم تيمر بيت لاي منور عن لبت إخوان بيت لاي نور بيت لا تمر فيه ماذا جياع أهله تيمر إلي لبت بيت سووشو رابطنيوش ناتشو قالوا نبي عليه الصلاة والسلام يهترو يهون لمد مدرق عن لبت بيت لاي تيمر مكامتو تيمر مدرقو فذاك خير رهبا ينور بيت وست تيمر سينور لابوزو نقر دمو مدهانيتنو زيبوتا عندها سالفنو مالت ابن باز عليه رحمة الله يرجى أن يعم ذلك جميع أنواع التمر فإن المعنى موجود فيها يكجلان كلهم يتيمر عينت زي حديث ليلي قبال إن شاء الله عند سو نيتوتهن نيتوبت بسم الله بلوك بالله إن شاء الله يطبقوا إيه لو مستنياو سبب السادس 6 مكنيات الله سبحانه وتعالى كزي أين تبشتاوج لتطبق بت كميتش لو نقر المحافظة على صلاة الفجر جماعة مع المسلمين فجر صلاة بجماعة مسجد إيه طبعا لو نوتشنو فجر صلاة بجماعة مسجد على الزناقات النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جندب بن عبد الله كما في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله فجر يسجد بالله سبحانه وتعالى كلنا تبقى سرنا والنبي عليه الصلاة والسلام يعني علامات وجيت الله يطبقها فجر كمسلمون جاب جماعة 6 سجد كشيطان كمدفو نقر كتلات باتك علي الله تبارك وتعالى يطبقها الله يطبق ودمه ما نملي قودا وما نملي نكا ويتلم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. السابع 7 يوم مكنيات قراءة سورة البقرة. سورة البقرة المكرات وما أكثر غفلتنا عن هذا السبب.
ከዚህ ሰበብና ምክንያት ደግሞ መዘናጋታችንን ምን አበዛው والله አብዛኞቻችን ተዘናግተናል ሱረቱል በቀራ ለርዝመቱ 2 ጁዝ ከግማሽ አንድ ሉክ ያነሰው ሁሉም ይፈራዋል የመሆን የለበትም ሱረቱል በቀራ አንድ ሰው ባስቻለው ልክ ቤቱ ላይ መቅራቱ ان الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة سورة البقرة ከሚቀራበት ቤት ሸይጣን ይሸሻል አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መዘናጋት አያስፈልግም في الصحيحين أو في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة أن الزناقة كزي بيت لاي سورة البقرة مكرات كلهم كفل لاي سالونم قوادم ليلهم بوتالا فذاك خير شيطان يششال كتبالك كزي بلت من دانا أجر كزي بلت خير نقر ما نفل قالنا الله وفي مسلم أيضا من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة فقال معاوية بلغني أن البطلة هم السحرة سورة البقرة انكروا النبي عليه الصلاة والسلام مكنياتهم السوان مياز بركانو السوان متو ጸጸት ነው አሉ ሱረቱል በቀራን አለመያዝ አለማንበብ አለመቅራት መጨረሻው ጸጸት ነው አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አይተናል ጸጸትን والله ብዙ ቦታ ولا تستطيعها البطله اي السحره ደጋሚዎችም አይችሏትም ሱረቱል በቀራን አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም يعني አንድ ሰው ሱረቱል በቀራን የሚቀራ ከሆነ ትልቅ የሆነን መከላከያ ትልቅ የሆነን ጋሻ ይዟል ከደጋሚ ከሲህር ከሸይጣን ከዓይን ማለት ነው فنعم سورة البقرة منببنا مقرات فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة وأيضا السبب الثامن المحافظة على قراءة المعوذتين في الصباح والمساء نقات لا ينام الشت لاي سورة الفلق الناس سورة الناس منبب قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس قل هو الله واحد من يتأمر عند سو نقات لا ينام الشت لا مالته عقبة بن عامر مسلم بزقبه نبي عليه الصلاة والسلام يعني أدرى سيلت تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما بهولتو تتبك يمت تبك يهونا سو بنزي نقر عندما تبك بمن ما تتبك ماله يعني تلك يهونو سراوش ناتشو يعني المنبب ابن القيم عليه رحمة الله إن حاجة العبد إلى المعوذتين أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس عند سو ولا سورة الفلقنا ولا سورة الناس يال لو حاجة فلاقنت مجبنا متأطن كما فلق يبلت بل عندهم كتنفاشم يبلت أنوال يعني كمن من نجر كشيطان متبك أتشلم بالنزي نجراتك بيون نجي وإلا بالشتاء سحر سنتون يعني تكمس الله مالتنا والله سبحانه وتعالى كالتبك أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس ذكرنا بعض هذه الأسباب الذين يتوسنوا سببوش تكسن عند سو تحري ما رجع لبت ليت على ملكو ذكر لاي قرآن من باب أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق عند بوتا سيارف عند سو كما في حديث خولة رضي الله تعالى عنها عند سو عند البوتا سيارف سيك أمت الزابوتا لا يهن مالته اسكن السادرس من ما يقوده ماله يا الله بان تتبك الله أنت كفترك وشرك اللبت نجر هلهم بان تتبك الله مالت يعني نولا ذكروتشن ماسجنيت ذكر لاي يعني تحري ما رجعتشن سيتنيا عند سو آية الكرسي مال مقراته عندهم دمو كسورة البقرة ما جرش آمن الرسول عندهم دمو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه يبقوتال باند لليت سورة البقرة ما جرش ليالوتن آمن الرسول اسك ما جرش ويانببنا يكراسو يبقوتال على النبي عليه الصلاة والسلام على الزناقات وأيضا قراءة آية الكرسي عند النوم عند سوسيتنيا آية الكرسي مالته
في الصحيح من حديث أبي هريرة من قرأها إذا آوى إلى فراش فإنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح ستنيا عند سو آية الكرسي ينببنا يقرأك هنا كالله تباكي السلاي كمهون أي وقدم عندهم دمو شيطانم أي كربو مالو نبي عليه الصلاة والسلام أما عند سو ذكر سايل كتنيا ذكر سياسقين قرآن سايكرا آية الكرسي آمن الرسول يعني جنازة ونونم يانقو أصبح خبيث النفس كسلان سنف نفسه يكوششتنو دكاما ونو يانقال هذا النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا ليلة تنبيه يمد الرقو بزوسو يميزنا قابت نقر بنور إمساك الصبيان في ساعة الغروب عن الانتشار سهي يمت تتألكبت ساعة ليلك مشت سمتا لجوجن مقدب بيتوست بيت أسقبتو بيت مزقات كمان كساكس مكلكل عند بوتا ماسكمت النبي عليه الصلاة والسلام ناتشو أدرايان في الصحيحين من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ لك مشت سمتال النبي عليه الصلاة والسلام لجوجاتشو ناسكمتو يازواتشو أين كساكس شيطان يمين كساكس بات ساعتنو شيطانوች የሚበተኑበት ሰዓት ነው ያ ስለሆነ ልጆችን አስቀምጡ እንዳይበተኑ እንዳይንቀሳቀሱ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወአልአውላድ መظله النجاسه ልጆች ደግሞ ብዙ ጊዜ ያኒ ህፃናቶች ሲሆኑ ነጃሳ ነገር ይኖርባቸዋል ሸይጣን ደግሞ መጥፎ ቆሻሻ ያለበት ቦታ ነው የሚያርፈውና መጥቶ እነሱ ላይ ያርፋል ማለት ነው فعلى هذا يعني ይህንን ነገር ተጥቢቅ ማረክ ሌላኛው እንደ ተንቢህ ተደርጎ የሚጠቀሰው ቤትን ከሱራ ከመሳሰሉት ነገራቶች ማጥራት ውሻ አሻንጉሊት ሱራ ያለበት ነገር ቤት ላይ አለማስቀመጥ ተማቲል ኢና ላ ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة لجبريل እኛ አንገባም ውሻና እንዲሁም ደግሞ ምስል ሱራ ያለበት ቤት አለ መላእክት ካልገባ ደግሞ ምንድነው የሚገባው يعني شيطان يقبل يا رحمة يا أزنة ملائكة وش كالجبو بيتو قليل البركة بركة وينسال بدن دوم بركة مولو لملوك الصين السال مالت فعلى هذا ين النجر تنكاك مارج بيتوست نزي صورة يمسع السلوت مثل نجر ما سوجد مالت في الصحيح من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة فيه كلب ولا صورة ملائكة يجيبوا موشانا مثل ياللبت بيت قالوا النبي عليه الصلاة والسلام فعلى هذا عندهم دمو كموسيقى مساريا موسيقى يعني يميزمر بتي مسحسلون نجر كبيت ما وطعتي شيطان مزمور نونا موسيقانا زفن مالتنا عند سو نزين نجراتوش أطبقوا كيازة بالله كتطبق ذكرا يميا بزاك هنا بالله فكاد الله يطبقوان عند سو بزي دمو كتفتن صبر ليارك ودا الله ليملس دعاء ليادرك قرآن ليقرأ الله دمو عافياون يستوان الله منهم يستانو منا ልጆች ደግሞ ከታመሙ ልጆች ላይ መቅራት ማንበብ እነሱ ላይ ያላህ ንግግር ዚክሮችን ማለት እነሱ አጠገብ ያውላ አሳሳቢ የሆነ ነገር ነው አፊያቸው ጤንነታቸውን እንዲጠብቅላቸው ትልቅ ምክንያት ይሆናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከበሽታ ይጠብቀን የታመሙ ሰዎችንም አላህ አፊያቸውን ይመልስላቸው አላህም ሰምተው ከሚጠቀሙት ያድርገን ነክተፊ بهذا والحمد لله رب العالمين